السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الغاليين طلاب تانية ثانوي. النهارده إن شاء الله معادنا مع بعض في المحاضرة الثالثة في الباب الأول منهج الكيمياء 2026. عنوان المحاضرة يا شباب عنوان مهم جدا، لازم يلفت نظرك لحاجة أو معلومة مهمة جدا نتكلم عليها. عنوان المحاضرة يا شباب هو الحجم المولي للغازات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النهارده كل القوانين بتاعتنا تنطبق على المواد الغازية، لا تنطبق على المواد السائلة ولا المواد الصلبة. طيب مقدمة الحصة، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنقولها يا شباب إن المواد السائلة والمواد الصلبة دايما يا شباب بيكون ليها حجم ثابت وبيكون حجم محدد وأقدر أقيسه فيزيائيا بالطرق الفيزيائية بتاعتي. طب أما الغازات ليس لها حجم ثابت. طب مين يا شباب العالم اللي بدأ يتكلم عن حجوم الغازات ويدينا قوانين نقدر نتعامل معاها في حساب حجوم هذه الغازات؟ هو العالم افوجادرو. هتقولي ده العالم افوجادرو ده عدى علينا المحاضره اللي فاتت في عدد يسمى عدد افوجادرو، وده كان عدد الذرات او الجزيئات او الايونات او وحدات الصيغه. العالم افوجادرو اتكلم على الغازات بحاجه محدده وبرضه عمل لنا مقادير ثابته هنشتغل عليها. العالم افوجادرو يا شباب توصل الى ان المول الواحد من اي غاز يشغل نفس الحجم في الظروف القياسيه او نفس الظروف من الضغط ودرجه الحراره. معنى كده زي ما كنا بنقول ان الواحد مول بيحتوي على 6.2 في 10 اس 23. طب المول ده اكسجين في نفس العدد، المول ده هيدروجين في نفس العدد، فالمقدار ده كان مقدار ثابت. فحتى انا ثبته جوه القانون كنت بقول عدد الجسيمات بيساوي عدد المولات في المقدار الثابت 6.2 في 10 اس كام 23. طب النهارده بقى يا شباب عندنا مقدارين هنتعامل معاهم. اول مقدار ان المول من اي غاز يشغل حجما ثابتا قدره 22.4 لتر. وحده قياس حجوم الغازات عندنا هنا هتكون باللتر. ممكن يا شباب نقيسها بالملي، ممكن نقيسها بالسنتيمتر المكعب، بس الوحده اللي انت هتشتغل بيها جوه القانون هي وحده اللتر. في الظروف القياسيه بنسميها اس تي بي. يبقى انا دلوقتي عندي اول ظروف هشتغل عليها تسمى الظروف القياسيه، اختصارها عندنا اس تي بي. طب حجم الغاز في الاس تي بي بيساوي كام؟ المقدار الثابت 22.4 لتر، وعند درجه حراره مقدارها كام؟ 0 سيليزيوس او في 273 كلفن. طيب تمام. طبعا الضغط الجوي المعتاد قيمته 1 اي تي ام، واحد ضغط جوي، او 760 ملم زئبق، او 76 سنتيمتر زئبق. يبقى انا دلوقتي ممكن نغيرها بس في الاختيارات، فخد بالك من الارقام اللي انت بتتعامل معاها. طيب المول برضه يا شباب بيشغل حجما قدره 24 لتر بس في الار تي بي. يبقى انا دلوقتي عندي ظرفين بشتغل عليهم، هو الاس تي بي وعندي الار تي بي. الاس تي بي يا شباب حجم الغاز فيها ب 22.4، الار تي بي حجم الغاز 24 لتر. طب الار تي بي ده درجه حرارته كام؟ قال لك بدل ما هي 0 سيليزيوس هنخليها 25 درجه سيليزيوس، بدل ما هي 273 كلفن هتبقى 298 كلفن. يبقى انا دلوقتي يا شباب عندي حجمين، عندي رقمين ثوابت اشتغل عليهم. يا اما اقول ان الواحد مول حجمه 22.4 لتر في الاس تي بي، او الواحد مول حجمه 24 لتر في الار تي بي. طيب تعالى بقى نشوف العلاقات اللي هنشتغل عليها او الفروض اللي هنشتغل عليها. اول حاجه يا شباب فرض العالم افوجادرو. افوجادرو قال ايه؟ الحجوم المتساويه دائما من الغازات المختلفه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا دلوقتي عندي غاز زي غاز الاكسجين، عندي غاز زي غاز الهيدروجين، لو ده يا شباب في الظروف القياسيه هيبقى الواحد مول حجمه 22.4. لو الهيدروجين الواحد مول ده في الظروف القياسيه هيبقى حجمه 22.4 لتر. يبقى انا دلوقتي يا شباب عندي حجوم متساويه من غازات مختلفه في نفس الظروف من الضغط ودرجه الحراره. ثبتناها يا جماعه الاثنين عندي في الاس تي بي تحتوي دائما على نفس العدد من الجزيئات. يعني ايه؟ ال 22.4 دول بيمثلوا 1 مول من غاز الهيدروجين، 22.4 ده 1 مول من غاز الاكسجين. طب انا عايز اشوف بقى عدد الجزيئات. ما المول دايما بيحتوي على 6.2
في 10 أس 23. الواحد مول بيحتوي على 6.2 في 10 أس 23. تعالى بقى كده نقول مع بعض الفرض اللي عمله لنا العالم افوكادرو. تمام؟ الحجوم المختلفة ولا المتساوية؟ لا، الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة الاس تي بي تحتوي على نفس العدد من الجزيئات. ده أول فرض قاله لنا العالم افوكادرو. طيب عندي بقى حاجة اسمها قانون افوكادرو. بيقول لي ايه قانون افوكادرو؟ عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة سواء شغال في الاس تي بي او الار تي بي يتناسب حجم الغاز طرديا مع عدد المولات. طب ما ده وضع طبيعي. لو انا يا شباب بتعامل مع 1 مول يبقى الحجم ب 22.4 لتر. لو بتعامل يا شباب مع 2 مول يبقى الحجم 2 في 22.4 لتر. يبقى العلاقه ماشيه طرديه ولا عكسيه؟ لا، العلاقه بتاعتي علاقه طرديه الغاز وبين عدد المولات. يبقى احنا دلوقتي يا شباب اتعاملنا مع فرض الافوكادرو وقانون لافوكادرو. فرض افوكادرو هيبقى عليه اسئله او هيجي لنا عليه مسائل كتير نركز فيها شويه. نروح دلوقتي على مثال مهم جدا موجود عندنا في كتاب المدرسه. في كتاب المدرسه يا شباب جاب لي 3 غازات وشرح لي امثله عليهم. انا عندي هنا غاز الاكسجين هو الاو 2، عندي غاز النيتروجين N2، الهيدروجين H2. طيب هنا يا شباب جاب لي 1 مول من كل غاز. لو انا بتعامل مع 1 مول من كل غاز وبتعامل مع ال3 غازات دول في نفس الظروف من الضغط ودرجه الحراره، ايه اللي هيبدا يحصل؟ النتائج بتاعتنا تبقى عامله ازاي؟ ركز كده معانا في العلاقات دي عشان مهمه جدا. انا عندي 1 مول من الاكسجين، عندي 1 مول من النيتروجين، 1 مول من الهيدروجين، يبقى مولاتي متساويه ولا مختلفه؟ متساويه. طب الواحد مول ده في الاس تي بي حجمه كام؟ 22.4. الواحد مول ده حجمه كام؟ 22.4. ده حجمه كام يا شباب؟ 22.4. يبقى انا عندي الحجوم متساويه لان المولات متساويه. طب لو في الار تي بي الواحد مول ده حجمه 24 لتر، الواحد مول ده حجمه 24 لتر، ده برضه حجمه 24. طب الواحد مول في كام جزيء؟ العدد الثابت 6.2 في 10 أس 23. نفس الحوار 6.2 في 10 أس 23. برضه هنا 6.2 في 10 أس 23. تعالى بقى على الكتل. الاكسجين O2 اتعودنا ازاي نحسب الكتله الموليه. الاو يا شباب ب 16 يبقى الاو 2 ب 32، الان ب 14 يبقى الان 2 ب 28، الاتش بواحد يبقى الاتش 2 ب 2 جرام. يبقى انا دلوقتي يا شباب لو بتعامل مع مولات متساويه يبقى الحجم متساوي، يبقى عدد بس شرط عندي ان الكتله لازم تكون مختلفه. لا، هناخد يا شباب بعض الامثله بعد كده ان ممكن يكون عندي الكتل متساويه والمولات متساويه والحجم متساوي وعدد الجزيئات متساوي. يعني ما يجيش طالب هو لازم الكتل تختلف. تمام ماشي، بس مش شرط دايما. لان انا مثلا لو بتكلم عن غاز عضوي زي C2H4 وبتكلم عن غاز النيتروجين N2، هنا 14 في 2 يبقى الكتله الموليه ب 28 في الحاله الغازيه. ده غاز عضوي، غاز الايثين C2H4 2 في 12 ب 24 و8 يبقى الكتله الموليه 28. يبقى مش شرط وانت بتذاكر تقول لي المولات متساويه فالحجم متساوي فالجزيئات متساويه ولكن تختلف الكتله. لا، تختلف الكتله او تتساوى الكتله على حسب صيغه المركب او رمز العنصر اللي انت بتتعامل معاه. يعني لو انا دلوقتي بعمل مقارنه بين غاز الايثين C2H4 وغاز النيتروجين N2 هقول لك هنا الكتله متساويه. طب ده كام مول؟ 1 مول. وده كام مول؟ برضه 1 مول. يبقى المولات متساويه فهيتساوى الحجم ويتساوى عدد الجزيئات. يبقى حته اختلاف الكتله او تساويها ده مش شرط عندي، لكن ايه اللي مشروط عندي؟ اذا تساوت المولات تتساوى الحجوم وتتساوى عدد الجزيئات. دي يا جماعه العلاقه اللي مفروضه عليا دائما ان هي دايما فيها حاله تساوي. لكن الكتله ممكن تتساوى وممكن تختلف، هي غالبا بتختلف قلما او ظروف قليله قوي لو حصل بينها تساوي. تمام؟ نبدا بقى يا شباب نروح على المسائل والقوانين اللي هنتعامل معاها تطبيقا على عندنا بقى دلوقتي يا شباب قانونين مهمين جدا هنشتغل عليهم ويعتبروا نفس القانون مع اختلاف رقم الثابت بس. اول قانون يا شباب هنتعامل مع حجم الغاز باللتر.
بيساوي عدد المولات في 22 و4. بس القانون ده هيمشي امتى؟ في الاس تي بي اللي هي الظروف القياسيه، 0 سيليسيوس، 1 ضغط جوي، 760 ملم زئبق. او ممكن اشتغل بالقانون حجم الغاز باللتر هيساوي برضه عدد المولات. لو تلاحظ في معظم القوانين عدد المولات معاك دايما موجوده جوه القانون، بس هنا المقدار الثابت كام المره دي؟ 24 لتر، عشان انت شغال فين؟ في الار تي بي 25 درجه مئويه. طيب تمام، يبقى عندي القوانين انا هشتغل بيهم بالنسبه لحجوم الغازات فقط. انا بفكرك القوانين دول ما لهمش علاقه بالمواد السائله ولا المواد الصلبه. نشوف كده يا شباب مساله موجوده في الكتاب. اول حاجه يا شباب بيقول لي هنا احسب الحجم الذي يشغله 1.6 جرام من غاز الميثان، وقال لي احسبه لي مره في الاس تي بي ومره في الار تي بي. طيب تمام، هنشتغل في الاس تي بي والار تي بي. القانون يا شباب عشان نفتكر كده مع بعض ونحفظه، ان حجم الغاز باللتر هيساوي عدد المولات في 22 و4 لتر. انا شغال يا شباب في الاس تي بي، يعني بيساوي، انا هنا عندي في المساله مفيش عدد مولات، يبقى طبعا هشيل عدد المولات واحط مكانها كتله الماده على الكتله الموليه، وهضرب في المقدار الثابت 22 و4 لتر. طيب تمام، الميثان تعال نحسب الكتله الموليه بتاعته. طبعا يا جماعه احنا اتعودنا ومارسنا كتير ازاي نحسب الكتله الموليه. سي اتش 4، طبعا السي نقطه عندك هنا ب 12 في المساله، ادي 12، عندي كربونه واحده. عندي كام هيدروجينه؟ 4 في 1 ب4، 12 و4 يبقى الكتله الموليه عندي 16. طب كتله الماده اللي ادهاني كام؟ 1.6 جرام. هضرب في كام يا شباب؟ في 22 و4. نبدا نطلع الناتج بتاعنا باستخدام الاله الحاسبه. عندي هنا 1.6 على 16 في 22 و4، يبقى الناتج بتاعنا يا شباب 2.24 من 100 لتر. ادي يا جماعه اول مطلوب في المساله، هو كان عايز يحسب الحجم في الاس تي بي. خد بالك احنا ممكن نحل المسائل دي كلها بطريقه النسبه والتناسب اللي هي طريقه المقص، بس دايما خلي في مقدمه اهتماماتك اشتغل بالقانون، وخلي معاك دايما طرق احتياطيه تتاكد بيها من ناتج المساله. لو انت نسيت القانون ازاي تتعود عليها؟ بس احنا بنقول تاني في المحاضرات الاوليه بتاعتنا هنبدا نمارس او نتعود على القانون. في حصص الحل هنبدا نحل كل مساله بالقانون او الطريقه البديله بتاعتها. تعال بقى نشوف باقي المساله. بيقول لي هنا احسب في الار تي بي، يعني هتعامل مع القانون اللي بيقول لي ان حجم الغاز باللتر برضه هيساوي عدد المولات اللي هو يا شباب كتله الماده مقسوم على الكتله الموليه مضروبه في 24. طيب كتله الماده ثابته في المساله ب1.6، الكتله الموليه طلعناها ب16 مضروبه المره دي في كام؟ في 24. يبقى انا برضه يا شباب باستخدام الاله الحاسبه 1.6 على 16 في 24، يبقى الناتج 2.4 لتر. ادي يا جماعه ناتج المساله اللي هو محتاجه. حسبنا حجم الميثان في الاس تي بي، حسبنا حجم الميثان في الار تي بي. ده يا شباب مثال موجود معانا في الكتاب المدرسي. نبدا نروح على المساله اللي بعد كده، او الفكره اللي بعد كده، ازاي هنشتغل جوه الحساب الكيميائي بدلاله المعادله الرمزيه. جزء مهم جدا، تابع معانا المحاضره. المسائل اللي جايه هنبدا بقى يا شباب دلوقتي مع بعض ان شاء الله نشوف هنستفيد ازاي من المعادله ان انا اطلع اي مطلوب مني او محتاجه مني جوه المساله. مبدئيا ايه وجه الاستفاده من المعادلات الموزونه؟ ايه اغلب او ايه اشهر المطالب اللي ممكن يطلبها مني جوه المساله؟ مبدئيا ممكن يا شباب استفيد من المعادله الرمزيه الموزونه في حساب ايه؟ اول حاجه ان انت ممكن تحسب لي كتل اي ماده، ودي اتدربنا عليها في المحاضرات اللي فاتت. او ان انا احسب عدد مولات او احسب عدد جسيمات. الثلاث انواع دول اشتغلنا عليهم، وطبعا لسه في حصص شوامل او حصص هنبدا نحل عليها على الكامب ده كله ان شاء الله مع بعض. النهارده بقى هنتدرب ازاي نشتغل على حجوم الغازات وربطها بالمعادلات الرمزيه الموزونه. طبعا بعد كده في محاضره مخصصه للجزء المهم ده، وهو استنتاج العامل المحدد للتفاعل. طب احنا ازاي بقى هنبدا نشتغل
جوه المعادله الموزونه ونبدا نحل المساله. مبدئيا هو اسهل طريقه، والطريقه المعتمده دايما ان انا بستخدم طريقه النسبه والتناسب اللي هو المقص الحسابي. طب ازاي؟ اول حاجه يا شباب اتاكد ان المعادله بتاعتي تكون موزونه. ازاي؟ ان انا محتاج عدد ذرات المتفاعلات يساوي معايا عدد ذرات النواتج عشان احقق قانون بقاء الكتله. طب بعد كده ببدا اعمل علاقه بين المواد المذكوره عندي جوه المساله، سواء كان اللي مديني لها معطى او اللي مطلوب ليها حساب اي حاجه، سواء كتله، عدد مولات، حجوم، جسيمات. لازم يا شباب تتشابه الوحدات، بس لكل ماده، مش لازم المواد اللي قصاد بعض تكون وحداتها شبه بعض. لا، انا بشتغل جرام يبقى تحته جرام، بشتغل مول يبقى تحته مول، مش لازم قصاده يكون مول. تمام؟ بستخدم بعد كده طريقه النسبه والتناسب اللي هو المقص يا شباب الحسابي. تعالى كده نشوف مساله مهمه موجوده عندنا في الكتاب المدرسي. اول مساله يا شباب هنتعامل معاها ازاي؟ بيقول لي هنا ينحل الماء المحمض كهربيا تبعا للمعادله الموزونه. ادي يا شباب المعادله. طب المعادله بتاعتي موزونه؟ تعال نتاكد. هنا 2 هيدروجين، هنا 2 هيدروجين، طبعا 2 في 2 ب 4 و2 في 2 ب 4. عندي 2 اكسجين، هنا 2 اكسجين. اول مطلوب مني عايز عدد مولات الميه. طب المطلوب الثاني كتله الميه. تعالى بقى نشوف ازاي استفيد من المعادله ان انا اطلع كل المطلوب مني ده. اول حاجه يا شباب هنحسب عدد مولات الميه اللازمه لانتاج 2.5 مول من غاز مين؟ الاكسجين. طب هنعمل يا شباب المعادله بتاعتنا. المعادله 2H2O هينحل الى 2H2 زائد الO2. بيقول لي هنا احسب مين؟ تعالى كده نرجع للمساله. عدد مولات الميه اللازمه لانتاج 2.5 مول من غاز الاكسجين. يبقى انا هنا يا شباب في المساله ماليش علاقه بالهيدروجين، انا بعمل علاقه ما بين الميه 2H2O والاكسجين O2. عايز يحسب عدد مولات الميه يعني اكس مول اللازمه لانتاج 2.5 مول من غاز الاكسجين. طيب تمام. بعد كده احنا اتفقنا في المحاضرات اللي فاتت ان انت دايما تكتب مين الاول؟ المطلوب اللي انت عايزه في المساله، هيجيب لك الاجابه مباشر. الصيغه ده يا جماعه صيغه الميه، ايه التمييز اللي تحتها؟ مول. طب ده بكام في المعادله؟ ب2. 2 يا شباب مول. طب هنا برضو الرمز بتاع الاكسجين، ايه التمييز اللي تحته؟ مول. طب هو بكام مول في المعادله؟ ب1. يبقى هنا يا شباب هعمل 1 مول. يبقى اكس اللي هي مولات الميه معلوم في معلوم على مجهول، يعني 2 مضروبه في كام؟ في 2.5 على 1. يبقى الناتج بتاعنا 5 مول. يبقى ده يا جماعه اول مطلوب عندي في المساله. لو انت مركز القصه مش لازم المولات يكون قصاد مولات، انا عايز مول تحته مول. هي بس المساله مشيت معانا ان كلها شغاله معانا بالمولات. تعال نشوف المطلوب رقم 2. عايز يحسب كتله الميه اللازمه لانتاج 2 جرام من مين؟ من الهيدروجين. لو بصينا على المعادله، تعال برضه نعمل معادله يا جماعه ونشوف هاخد ايه وهسيب ايه. المعادله بتاعتي 2H2O بينحل كهربيا الى 2H2 زائد الO2. بيقول لي في المساله احسب لي كتله الميه اللازمه لانتاج 2 جرام من الهيدروجين. يبقى انا دلوقتي يا شباب مش هشتغل بالاكسجين، انا هعمل علاقه بين الميه 2H2O والهيدروجين 2H2. بيقول لي المره دي احسب يا شباب عشان ما ننساش كتله اللازمه لانتاج 2 جرام. يبقى بيقول لي هنا احسب يعني اكس. الكتله مقدره بوحده الجرام اللازمه لانتاج 2 جرام من غاز الهيدروجين. طيب تمام. صيغه الميه ايه التمييز اللي تحتها؟ جرامات. تعال نحولها لجرامات. الميه على بعضها بكام يا شباب؟ ب 18 مضروبه في كام؟ في 2. يبقى انا عندي هنا كتله الميه في المعادله ب 36. اهم حاجه يا شباب الوحدات اللي تحت بعض. برضه هنا عندي 2H2 والهيدروجين بكام؟ ب1. انا عندي كام هيدروجين؟ 4 مضروبه في 1، يبقى عندي هنا 4 جرام. برضه قيمه الاكس النسبه والتناسب هضرب 2 في كام؟ في 36 على كام؟ على 4. 2 في 36 يا شباب على 4. نستخدم الآلة الحاسبة. هتطلع معانا بكام يا شباب؟ 18 جرام. خد بالك احنا ممكن ما نستخدمش آلة حاسبة. لو انت كده بتفكر ال 36 بيطلعوا كام؟ 4.
يبقى اللي يطلع كام؟ 2. طبعا خد بالك انا عندي 36 بيطلعوا 4، عايز اطلع 2 يبقى انا عايز نص ال 36 اللي هي كام يا شباب؟ 18. لو عايز برضو تتاكد من ناتج 2 على 4 فيها النص، 8 18 على 36 فيها النص، انا كده مسالتي تمام. لو عايز تتاكد هنا برضو يا جماعه مكان الاكس عندنا 5، 2 على 5 او 5 على 2 فيها 2 ونص، 2 ونص على 1 فيها ال 2 ونص، برضو مسالتي صح. تعال نشوف يا شباب المطلوب رقم 3. عايز المره دي يحسب عدد جزيئات الاكسجين الناتجه من انحلال 1 مول من مين؟ من الميه. يبقى انا دلوقتي يا شباب هعمل علاقه بين الميه 2H2O وبين الO2، بيقول لي احسب عدد جزيئات يعني اكس جزيء. خد بالك انا بكتب المطلوب الاول، في طلبه يقول لي طب ما تيجي نحسب المولات، والمولات لما اطلعها اضربها في عدد افوكادرو زي اللي محلول في كتاب المدرسه. طريقه صح مليون في الميه، بس احنا بندور على اقل الخطوات ان انا ما استخدمش الاله الحاسبه تكرار كتير، لان كل ما استخدمها كتير في المساله بيبقى عندي نسبه الغلط وارده شويه. هنا عايز يحسب عدد جزيئات الاكسجين الناتجه من انحلال كام يا شباب؟ 1 مول. يبقى انا هنا يا جماعه احط تحت الميه كام؟ 1 مول. نرجع بقى تاني، صيغه الميه ايه التمييز اللي تحتها؟ مول، حولها لمول. هي بكام في المعادله؟ ب 2 مول. جبتها منين؟ من المعامل. طب عندي هنا اكس جزيء، يعني عايز احول لجزيئات، طب ده بكام في المعادله؟ ب1 مول. ال1 مول ده فيه كام يا شباب؟ 6.2 من 100 في 10 أس 23. التمييز جزيء، يبقى اكس جزيئات الاكسجين هتساوي 6.2 من 100 في 10 أس 23 مضروبه في 1 على 2، يبقى تطلع 3 و1 من 100 في 10 أس 23. التمييز يا شباب جزيء. يبقى هنا كان عايز مني 3 مطلوبات جوه المساله او 3 مطالب. اول حاجه كان عايز مني عدد مولات الميه، حسبنا له عدد مولات الميه. كان عايز مننا كتله الماء الناتج، حسبنا له الكتله. لو انت ملاحظ ما بحلش من غير ما اعمل التمييزات بتاعتي. طول ما انت شغال تمييز صح ان شاء الله المساله ماشيه في الاتجاه الصح. نشوف بقى يا شباب المساله اللي بعد كده. بيقول لي هنا تنحل 5 مول من نترات البوتاسيوم. طيب تمام، هتنحل بالحراره طبعا للمعادله. برضه يا جماعه مديني معادله اتاكد ان المعادله بتاعتي موزونه. 2 بوتاسيوم 2 بوتاسيوم 2 نيتروجين 2 نيتروجين، عندي 6 اكسجين هنا 4 و2 6. تمام. عايز يحسب حجم غاز الاكسجين الناتج مره يا جماعه في الاس تي بي ومره فين؟ في الار تي بي. ده عند انحلال كام يا شباب؟ 5 مول. برضه هنعمل علاقه مرتين عشان اطلع الظروف بتاعتي سواء في الاس تي بي او في الار تي بي. العلاقه بين مين ومين؟ بين نترات البوتاسيوم 2 كي ان او 3 وبين غاز الاكسجين او 2. عايز احسب الحجم يعني اكس لتر الناتج من انحلال كام مول يا شباب؟ 5. طب نترات البوتاسيوم في المعادله بكام مول يا شباب؟ ب2. احنا هنحسب اول مره فين؟ في الاس تي بي. يبقى ال1 مول ده حجمه كام؟ 22.4 لتر. يبقى اكس هتساوي 22 و4 مضروب يا شباب في 5 على 2، يعني هنا 22 و4 في 5 بتساوي على 2. يبقى الحجم بتاعنا يا شباب ب 56 لتر. خد بالك المسألة دي احنا حسبناها فين؟ في الاس تي بي عشان استخدمت الحجم اللي مقداره كام؟ 22 و4. تعال بقى نحسبها له في الار تي بي. برضه نفس العلاقة بين نترات البوتاسيوم 2 كي ان او 3 وبين غاز الاكسجين او 2. عايز احسب حجمه عند انحلال 5 مول. نفس الكلام ما تملش منه. هنا التمييز تحت مول، هحولها المولات بكام مول؟ ب2 مول. هنا كام مول واحد؟ حجمه كام المره دي؟ 24 عشان بنشتغل في الار تي بي طرفين في وسطين. يبقى اكس هتساوي 24 في 5 على 2. 24 في 5 على 2 يبقى هتساوي يا شباب 60 لتر. ادي حل المساله بتاعتنا. دايما متعودين نحل المساله في النسبه والتناسب في خطوه واحده، بلاش اجري اجيب المولات ولما اطلع المولات اضربها في افوكادرو لو كان عايز مني جسيمات، بلاش اروح اطلع المولات واضربها في عدد او في الحجوم لو عايز مني هنا الحجم.
ممكن احلها بطريقه واحده في خطوه واحده. اهم حاجه اشتغل التمييزات بتاعتي مظبوط. دايما اهم حاجه التمييزات اللي تحت بعض تكون شبه بعض، ما يهمنيش اللي قصاد بعض. دي يا جماعه مساله مهمه جدا وموجوده عندنا في الكتاب المدرسي. تعالوا بقى كده معانا للمساله او من المسائل برضه المهمه كثيره التكرار. بيقول لي هنا احسب حجم غاز ثاني اكسيد الكربون CO2 الناتج من الانحلال الحراري لكتله مقدارها 50 جرام من كربونات مين؟ الكالسيوم. طبعا يا شباب لازم هنا اعمل له معادله. طب اهم المعادله خدها بقى قاعده، ان انت لو عندك كربونات فلز وسخنتها بهدف حدوث عمليه انحلال هتدي لك اكسيد الفلز ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. تعال بقى نطبق على كربونات الكالسيوم. طيب تمام، كربونات الكالسيوم CaCO3 هسخنها هيحصل لها انحلال، هيطلع عندي اكسيد الكالسيوم ده ماده صلبه اللي هو اكسيد الفلز ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. عايز يحسب حجم غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام، عايز تحسب حجم ثاني اكسيد الكربون يعني اكس لتر، طبعا دي مش هنشتغل بيها. الناتج من الانحلال كم جرام يا شباب؟ 50 جرام. ده يا جماعه معطى جوه المساله. تعال بقى نحسب المركب ده كتله موليه. طب ليه بتحسب كتله موليه؟ عشان تمييز اللي تحته جرام. السي بتاعتك ب 40، عندك السي ب 12، 3 في 16 ب 48، هتلاقي اجمالي الكتله الموليه عندك بكام؟ ب 100. يبقى هنا يا شباب عندنا 100 جرام. طب بتطلع كام مول؟ 1 مول. حجمه كام؟ 22.4. خد بالك احنا عايزين المساله دي في الاس تي بي يبقى طرفين في وسطين، يبقى الاكس هتساوي 22.4 مضروبه في 50 على 100، يطلع الحجم 11.2 لتر. بقول لك تاني احنا عايزين المساله دي في الاس تي بي، حجم الغاز في الاس تي بي. طب لو كان محتاجه في الار تي بي، بدل ما حطيت هنا 22.4 احط كام يا شباب؟ 24 لتر، واعمل برضو طرفين في ايه؟ في وسطين. مسائل الحجوم افكارها كويسه وسهله، ما فيهاش نفس كميه الافكار اللي موجوده في عدد افوجادرو. طبعا المحاضره الثانيه كنا عاملين مساله وطالبين منكم حلها تبعتوها لنا على قناه اليوتيوب، هنزل لكم ان شاء الله حلها في فيديو صغير منفصل عشان الناس تبدا تفهم الافكار دي كويسه جدا. تابعونا ان شاء الله في المحاضره الجايه، هتلاقوا مزيد من حصص الحل هتستفادوا بيها ان شاء الله. السلام